معرفش انا عملت كده ازاي، وزي ما تقولوا ان انا حاطه في بطني بطيخه صيفي مطريه على قلبي وحاطه عليه مراوح قوي. رد فعل جوزي بقى على الفطار هو اللي كان يعني صدمه بالنسبه لي. انا عارفه ان مصايبي كترت الفتره دي وبقيت بعمل كوارث، بس والله ماشيه معايا بتسهيل الله. يعني عارفين اللي هو ربنا ميسر لي اموري كده، يمكن حاسس بحالي، وضعي، تعبي، الفتره اللي انا فيها، كل حاجة بقى من عند ربنا وكل حاجة بإيد ربنا. اللهم لك ألف حمد وشكر لك يا رب العالمين. خلينا في البداية نقوله بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. بشارككم يومياتي بكل تفاصيلها زي ما انتم متعودين معايا. بعتذر لكم ان انا بغيب عنكم الفترة دي كتير، بس والله غصب عني انا فعلا تعبانة جدا. عايزاكم بقى تحطوا لايكات كتير وتشيروا الفيديو في كل مكان، ولو انت جديدة يا ست الكل تشتركي في القناة وتفعلي زرار الجرس عشان يوصلك زغروطة من قناتي، اشعار بكل لايف او بوست او فيديو جديد بمشيئة الله هقدمه معاكي الفترة الجاية. بصوا كده مبدئيا وقبل اي حاجة احنا هنجهز سحور سريع كده مع بعض. هي الساعة كانت جت عليا 3، بس انا عارفة ان ايه يعني الدنيا مش هتاخد وقت قوي. مهم انا لقيت ابو عمر داخل عليا ومفاجئني ب اللهم صل على النبي، بتاع السجق الحلواني ده، طبق كده في شوية السجق اللي انتوا شفتهم في الاول دول. فبدأت اشوف الطريقة هو بيتعمل ازاي، لقيت ان هو بيتعمل زي السجق العادي اللي انا متعودة اعمله، زي البلدي او زي اللي احنا بنشتريه بالكيلو من فتح الله او من اي حد تاني. المهم يا اخواتي ما اطولش عليكم، يعني بدأت اجهز الحاجات اللي استخدمها زي الطماطم والفلافل، الخضار بتاعي يعني، واغسله كويس عشان ابدأ ان انا اقطعهم. ولقيت مكتوب بقى على الكيسة من ورا ان بيتسلق لمدة 3 دقايق بس، وبعد كده بتبدأي ان انت ايه تشوحيه في زيت او تحمريه او تعمليه بقى بالطريقة اللي تعجبك. هقول لكم هو في الاخر طلع شبه ايه او طعمه عامل ازاي وعجبني ولا ما عجبنيش، عشان اكتشفت يعني بصوا ان كل حاجة ليها طعم مختلف تماما، يعني مفيش حاجة شبه التانية. يعني البلدي غير اللي بيتباع بالكيلو اللي هو بتاع فتح الله ده، غير اللي هو بتاع الشركات ده. بص كل حاجة مختلفة حرفيا. المهم يا اخواتي مسكت كده كام طماطمايه، هما تقريبا في حدود ربع كيلو، هو كله على بعضه تقريبا نص كيلو، فانا حطيت عليه زي ربع كيلو طماطم. مسكت الطماطم وغسلتها كويس جدا وقشرتها، وبدأت ان انا اقطعها مكعبات بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. اللهم صل على النبي، بدأت اقطع بقى الفلافل. كان عندي فلفل اصفر واحمر، ومجهزه كمان معايا بصلايه وقرنين كده من الفلفل الرومي. بدأت اقطع كل حاجه واجهزها عبال ما هو يتسلق ويكون جاهز معايا. عايزه اقول لكم ان الحركه بتاعت قشر الطماطم دي حلوه جدا كمان للناس اللي هي بتعاني من القولون زي حالاتي كده، يعني ما تاكليش حاجه بقشور، حاجه تتعبلك المعده، الكلام ده كله. فلما تقشريها بتبقى كويسه وهضمها بيكون اسرع. بس فبدأت بعد كده اطلع بقى السجق، وما طلعش في الاخر سجق ولا ايه والله ما اعرف. المهم طلعته بقى كده وغسلت الحله كويس، وبدأت ارجعها تاني على النار، واقطع كده البصلايه جوليان بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اللهم صل على النبي. بقطعها كده بشكل عشوائي وهشوحها في شويه زيت. هو مكتوب عليه ان هو تقريبا بيتحمر او بيتشوح في زيت، فانا مش عايزه اعمله بس كده ان هو يعني مش هناكله صوابع، احنا هناكله بالطماطم الخضار، يعني بالطماطم والفلافل زي ما بنعمل كل مره. والصراحه في اول رمضان انا كنت مجهزه شويه سجق كده حلوين، بس كان من عند فتح الله برده مش بلدي، بس طعمه كان احلى، كان عاجبني اكتر. يعني انا بكلمكم بما يرضي الله، هو مش زي البلدي بس طعمه حلو، في طعم عن ده كمان. المهم يا اخواتي بدأت انزل كده بشوية زيت واشوح فيهم البصلة مع السجق واقطعه كده بالمقص زي صوابع كده على قد اللقمة. وحاولت ان انا ادوق طعمه كده وانا شغالة، طعمه طلع سوسيس يا اخواتي، هو ما طلعش خالص، ملوش اي علاقة بالسجق اصلا، حتى الملمس بتاعه شكله هو كله كده سوسيس. مش يعني ده كان عاوز يتعمل عارفين اللي هو حلقات كده ويتعمل بقرص بيض، وكان يبقى ولا يا ولا بدل الدربكة دي كلها. بس معلش بعمر كان ليه طلبات غريبة شوية. المهم يا اخواتي هو كان بقى عايز ياكله بايه؟
بايه؟ قولوا كده في التعليقات، شاطرين يا ولاد. عايز اكله بالفول، انتوا متخيلين؟ ونخلص الفول انا مش مسؤول. هو ليه طلبات غريبة عجيبة كده في اكله. فالصراحة انا قبل كده كان عندي السجق زي ما قلت لكم، وكنت عاملاه بقرص بيت، طعمه كان تحفة تحفة. هو كان بياخد السجق ويحطه على الفول وياكله، فقال لي انا عايز اكله سجق بالفول. قلت له عينيا يابا، انت بص انت تشاور او تطلب، يعني طلباتك اوامر، انت تؤمر وانا انفذ. فعملته له والله، قلت خليني راضيه، لان انا بعمل كوارث كتير زي الكارثه اللي هتشوفوها معايا في الفيديو ده، وغلطاتي كترت قوي الفتره دي بسبب تعبي. فربنا يا رب يعافينا جميعا، وربنا يحفظنا كده لعيالنا، ويبعد عننا اي حاجه وحشه، ويقوينا كده ويدينا الصحه. قولي يا اختي كده اللهم امين، وادعي لي معاكي بظهر الغيب لعل وعسى تكون ساعه استجابه. المهم يا اختي، نزلت كده بقى على السجق ولا السوسيس ده بكيسه كده من معجون الطماطم، ونزلت كمان بالطماطم نفسها، وبدات اشوح فيها كده بالتوابل، ملح كمون فلفل اسمر وشويه بسيطه من البهارات وحبه بابريكا. وعايزه اقول لكم والله وكان ناقصه توابل كمان، يعني على كل كميه التوابل اللي انا حطيتها دي فعلا ما فيهوش طعم خالص، يعني طعمه ضعيف جدا، عارفين اللي هو الطعم جاي من بعيد كده. المهم عشان انجز حالي غليت له الميه كده في الكتل، وقلت اخليه كده لما الصوص بتاعه يتقل شويه، ونزلت بقى كده بالميه المغليه، واخر حاجه حطيتها الفلفل زي ما انتوا شفتوا. بس خلاص كده بقى جاهز معايا. هبدأ بقى اخد الكميه اللي انا محتاجاها. حطيت بس الاول كده شويه فول، يعني سبته كده دقيقتين على النار يبقبق مع نفسه شويه، وكان جاهز معايا بالصوص بتاعه بكل حاجته كده. بس ده طلع سوسيس مش سجق، اديني بقول لكم تاني، هو فطعمه كان مختلف صراحه. المهم بدات اجيب معايا الطبق اللي هشتغل فيه، اللي بعمل فيه الفول على طول، وانزل كده بالكميه اللي انا محتاجاها يعني، واديها تقليبه كده مع الزيت، عشان كميه الزيت اللي انا كنت حطاها في الاول كانت قليله، وانا لسه هزود فول، فمش عايزه الدنيا تبقى مكبسه مع بعض شويه يعني. بدأت احط بقى كمية الفول وهديها كده تقليبة، وهنزل تاني بشوية سجق عشان حسيت ان هو قليل. فطعمه في الاخر يا اخواتي كان عامل زي اللانشون، عارفين لما تاكلي كده لانشون بفول؟ هو طعمه كده كان في الاخر يعني. بس مش مشكلة، الحمد لله ان انا ما حطيتش الكمية كلها يعني على الفول، وحطيت كمية قليلة عشان الباقي هعينه ونبقى ناكله كده، يعني نبقى نحط طبق جانبي كده جنب السحور بدل ما نبوظ الكمية كلها. وخلاص كده اتسحرنا وكله تمام. تعالوا بقى اوريكم شهيصت نفسيتي بايه، وكنت فرحانه ومبسوطه قوي ان الحمد لله اخيرا اخيرا ربنا نعم عليا، وجبت حاجه في شغلي بدل اللي ابني خربها. المهم يا اخواتي ان هم بعتولي هديه، واول مره حد يعبرني من فتره كبيره. بعتولي هي اسمها ايه، البتاع المفكره دي، بعتنها لي هديه، انبسطت قوي بيها الصراحه، مش قادره اوصف لكم قد ايه. بصوا بقى، ده ستاند كده انا جايباه صغير لتصوير اللايفات، لان انا بحتاجه في شغلي جدا، أنا بطلع لايفات كتير على الفيس، فاللايفات اساسيه بصراحه في يومي يعني. الناس الجميله اللي متابعاني على الفيس هتكون عارفه حاجه زي كده، فكنت محتاجه حاجه تتحملني شويه، عشان الناس اللي بتسالني يا نور نبدا بايه، حاجه تكون يعني تتحمل معانا كده، ان احنا نشتغل في البدايه كبدايه خفيفه يعني. الستاند اللي قدامكم ده يا اخواتي رقمه زي ما انتوا شفتوا كده، اللهم صل على النبي، تقريبا ان بي 3170. ده حلو قوي، وسعره كان ب400 ل 20 جنيه تقريبا. هو غالي شويه بس الصراحه الكواليتي بتاعته نظيفه. اللي هو 3110 او 3120، اسم الله يم. عايزه اقول لكم ان هو يا بنات خفيف جدا وضعيف، والالومنيا بتاعته بتقع ورجوله بتتفكك من بعض، ودلوقتي سعره بقى معدي ال 220 جنيه تقريبا. كان الاول سعره حاجه و50 جنيه يعني كان ببلاش الا ربع. دلوقتي كل حاجه غليت، بالذات حاجه التصوير وصناع المحتوى والحاجات دي كلها. فحبيت ان انا افيدكم اهو بالستاند اللي انا جبته، عشان لو حد حابب ان هو يجيبه. بصوا بقى، صلوا بينا على النبي. طبعا واضح قد ايه انا تعبانه، مش محتاجه ان انا اتكلم، والفتره صعبه عليا جدا، ومتبهدله الصراحه وسط عيالي. وكنت اتكلمت معاكم في الفيديوهات اللي فاتت على الاعراض اللي بتجيني، ومش محتاجه ان انا اتكلم عليها تاني. ومع احترامي لكل الناس اللي بتكلمني على تظبيط المواعيد، انا عايزه اقول لكم على حاجه. اللي تعبني كده الزعل. انا
الحمد لله. يعني انا عارفه ان الضغط الواطي يعني زي عرض مش مرض، انا عارفه ده كله متعايشه معاه. بس عايزه اقول لكم ان الضغط الواطي كفيل ان هو اللهم احفظنا يموت. تمام كده. الضغط لو وطي زيادة عن اللزوم يعمل هبوط ويموت، والضغط العالي كذلك اللهم احفظنا ممكن يجيب جلطة ويموت. فالاتنين خطر، فما تستهونوش. يعني ده خلاصة الكلام. الضغط الواطي مش مرض، ايوه ده مش مرض. حتى انا قلت كده للدكتور، انا يا دكتور مريض الضغط من وانا عندي 16 سنة ضغط واطي، وانا عارفة ان ده مش مرض. انا عارفة ان ده بيكون عرض، يعني عرض او ضغوط مثلا نتيجة ضغط مثلا عصبي، ضغط نرفزة، قلة أكل، زعل. الحاجات دي كلها ضغط يوطى وبتعب جدا. فاللي أنا وصلت له الفترة الأخيرة دي نتيجة زعل يا اخواتي. ده مش مثلا مش من ضغط الأولاد ولا الكلام ده كله. الزعل خلى حاجات وحشة تقلب معايا، يعني تقل الرجل، بتنميل الدماغ، بالحاجات دي كلها. عايزة اقول لكم ان ما بقتش اقدر اسمع صريخ عيالي. يعني انا لما ابني يصرخ بقيت بحس ان دماغي بتعمل زي ايرور كده، عينيا مش بقدر ان انا افتحها من شدة زي كهربا كده، حاجة كده، احساس غريب بيجيلي في الجزء الشمال عيني بدماغي، زي ما يكون الصوت بيترج في دماغي، بيجيلي زي كهربا كده في دماغي. مش عارفة انا حتى والله ما عارفة اوصف لكم احساسي بيكون عامل ازاي. فاللهم لك الف حمد وشكر لك يا رب العالمين ان واقفة على رجلي وساندة نفسي وسط عيالي. الوضع مش سهل يا بنات معايا بالمرة، لان انا للأسف لما بكون تعبانة بأثر معاهم، وده بيأثر على نفسيتي اكتر. يعني بدل ما اكون ان انا عارفة اقف على رجلي او اتعافى او امشي دنيتي، لا انا بحزن ان انا مش عارفة اراعي عيالي، مش عارفة اكلهم، ابسط الحقوق اليومية اللي كنت بعملها معاهم مش عارفة ان انا اعملها. فطبعا كلامكم كله على راسي، وعارفة ان اساسي ان انا اظبط النوم عشان النمو والحاجات دي كلها. فبإذن واحد احد اللي جاي احسن، وبقولها لكم وببشر نفسي بيها ان شاء الله. وربنا ينعم علينا كده، واللي يعني اللي ماشيين فيه وبنخطط له يتم باذن واحد احد، وحياتي ان شاء الله هتتغير للافضل بمشيئة الله، وناويه والنيه خالصه لله. يعني يعني ادعوا لي، افتكرتوني كده، جيت على بالكم على مدار اليوم، ادعوا لي دعوه كده بظهر الغيب ان ربنا يقويني ويرضى عني ويهديني كده وينور قلبي كده بهدايته. المهم يا اخواتي، اللهم لك الف حمد وشكر لك يا رب العالمين. اليومين دول كنت انا مركبه فيهم كلمه زي ما انتم شفتوا، فدخلت اعمل الفطار. انا دخلت نمت، محدش يسالني ازاي. حطيت الاكل على النار وصحيت ابو عمر وقلت له خلي بالك من البوتاجاز، وانا فاكره كويس جدا ان انا قلت له خلي بالك من البوتاجاز. انا عارفه ان انتوا تتصدموا زي حالاتي، بس بجد الله يكون في عون ابو عمر من اللي انا بعمله فيه. انا نمت بقى وصحيت، ابني بيصحيني اشوف حاجه ومعرفش ازاي اصلا انا نمت. صحيت على المنظر ده كده، ويا ريته منظر، بس الريحه كانت معبقه الشقه، وابو عمر مش واخد باله خالص بسبب عمر ان هو كان لهيه معاه وكده. ومش قادره اوصف لكم طبعا رد فعله هو عامل ازاي. ربنا يلطف بينا ويحفظنا. اللهم لك الف حمد وشكر لك يا رب العالمين. وده كان فطارنا، وكان عندي مكرونه جاهزه يا دوبك كانت هتتسخن. وللأسف يعني أنا بعتذر لنفسي أقسم بالله ولجوزي ولعيالي على اللي أنا بعمله. للأسف ده كان شكل الفطار بتاعنا. اللهم لك ألف حمد وشكر لك يا رب إن هي بتيجي على قد كده. بس فعلا يا بنات والله يعني انا وضعي صعب جدا وسط العيال، وربنا اللي عالم بحالي انا عامله ازاي. وهقول لك يا ست الكل ان بقع والحمد لله برجع اقف على رجلي من تاني. اللهم لك الف حمد وشكر لك يا رب العالمين. وبس والله ده كان فيديو النهارده، وسبب تاخيري عليكم هو تعبي. ما تنسونيش بدعواتكم تحطوا لايكات كتير، ومع